السلام عليكم صحباتي الغزالات، احبابي وحباباتي. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. واللي كتشوف القناه ديالي لاول مره كنقول لك مرحبا بك اختي، معك عالم فاطي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد بالمسمن بالشحمه والخضر، كيجي مقرمل ومورق بواحد الطريقه رائعه. تبعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير. اليوم غنحتاج معاكم وصفات جد جد بسيطه. غناخد زلافه ديال الدقيق الابيض، كنحتاج الفينو، كاس واحد ديال الفينو. ديما يكون دقيق اكثر من الفينو حتى هو كنغربلوه. كنزيدو شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، شويه ديال الماء دافي. كنخلطوا الخليط، كنعجنوها عجينه ديال المسمن. ما نحتاجوش نديروا الخميره نهائيا، ما كاينلاش، حيت ما غيخمر ما حتى شي حاجه. غادي نخليوها غير ترتاح فقط، ما نحتاجوش تخمر لنا العجينه، وحتى الخميره ما نديروهاش. كنخلط الخليط هنا بشويه بشويه، وهنا عجنت العجين ديالي. من بعد خليتها ترتاح تقريبا 5 دقائق، وغطيتها بابي سولوفان ترتاح. من بين ما ترتاح نمشي نوجد الحشوه اللي غندير في المسمن. خديت حبات ديال البصله كبيره قطعتها طريفات صغار، فلفله حمراء وفلفله خضراء حتى هما قطعتهم طريفات صغار. خديت كورجيت وحبات ديال الجزر حتى هي حكيتها بالحكاكه الغليظه. نفس الشيء الكورجيت حتى هي حكيتها بهذا الشكل، وحطيتها حتى هي مع المكونات. غنحتاج 2 ريوس ديال الثومه كبار، غنحتاج معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، الملح، الكمون، شويه ديال الثومه بودر، بابريكا حاره، والقزبر ومعدنوس، وشويه ديال سنيده، وزيت الروميه باش غنطيب الحشوه نص ديال الطيبه. كندير الحشوه ديالي على نار مهيله حتى كطيب لينا شويه نص طيبه، ما نطيبوهاش بزاف، غير نشوفوها غير طاعت شويه صافي. وكنطفيو عليها البوطه. من بعد ما طفيت عليها البوطه عاد كنزيد زلافه ديال الشحمه على حسب نتوما شنو بغيتو. تقدروا تعوضوها بالكفته على حسب كل واحد وشنو كيبغي. من بعد طفيت البوطه، عاد زدت ديك الشحمه، حركتهم مع بعضياتهم وحطيتها تبرد. حطيته في هذا البون يبرد ليا الخليط. بين ما وجدت الكريسات ديال المسمن، زدت عليه زيتون كحل وزيتون خضر مقطعين، خلطت الخليط حطيته جانبا. من بعد ما نوجد الكريسات ديال المسمن، هنا احتاجيت معلقه كبيره ديال الزبده اللي ذوبتها على نار مهيله. زدت عليها هنا زيت الروميه ونص معلقه كبيره ديال التحميره، هي اللي غتعطينا هذاك اللون المحمر ديال المسمن. من بعد غادي نقرص هذاك الكريسات. غنحتاج هنا 2 حبات على مسمنه وحده غادي نعمرها بالحشوه، وحده ما غنديرش فيها الحشوه، غير غادي نجمع بها هذيك المسمنه الاولى اللي عمرنا. هنا تبعوا معايا الخطوات وغتشوفوا الطريقه ديال التحضير كيفاش درت ليه. هنا خرجت لي العجين 9 ديال الحبات، كل 2 حبات درتهم في مسمنه وحده وخليتهم هنا يرتاحوا. هنا قرصتها وخليتها ترتاح تقريبا واحد 3 دقائق. من بعد بديت كنقرص العجينه ديالي وكنعمرها بالحشوه بهذه الطريقه. رشيت هنا شويه ديال الزيت، كندير الحشوه كنسرحها بهذا الشكل. بالنسبه للورقه الاولى كنسرحها مزيان رقيقه، ماشي مشكل واخا تقبليكم، ماشي مشكل، حيت غتزيدوا الورقه الثانيه هي باش غادي تجمعوها. ما غتقب ما حتى شي حاجه. الورقه الثانيه هذه واخا تقبليكم ماشي مشكل. المهم هذه ما نقرصوهاش بزاف، كنخليوها شويه تكون غليظه العجينه، حيت الا ورقناها بزاف غادي تقب، ويعني غادي تخرج لنا ديك الحشوه من المسمنه الاولى. وغنجمعها بهذا الشكل. الجهه الاولى كنحطها الفوق وكنقلبها، والجهه الثانيه كنديرها من التحت بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. صافي وكنخليوها هنا ترتاح. من بعد كتبقى بهذا الشكل هذا. وكيف ما قلت لكم ضروري الورقه الثانيه ما نقرصوهاش بزاف، نخليوها غليظه شويه. ونفس الشيء الثانيه حتى هي نفس الطريقه ديال الاولى، غنعمروها الحشوه الاولى والحشوه الثانيه بهذا الشكل. وغنكمل كاع المسمنات ديالي
بنفس الطريقة الأولى وهذه الأخيرة جمعتها. من بعد كندير المقلة تسخن على نار مهيلة، وهذه هي المسمنة الأولى اللي حطيت هي اللي غادي نطيب. رشيتها بشوية ديال الزيت اللي فيه التحميرة، وهنا سخنت المقلة، كنت درتها تسخن قبل، وحطيت على هذيك المسمنة ديالي غير بشوية صافي، وكنخليها تطيب وكنقلبها بهذا الشكل. وملي تحمر لكم بهذا الشكل حيدوها وديروا الثانيه. صافي هنا طابت لي المسمنه الاولى ديالي، غنحيدها وغادي ندير الثانيه حتى هي طيب ليا، وغنكمل بهذا الشكل. وديك الساعه يكون المسمن ديالنا واجد، وصراحه جا مسمن رائع رائع بزاف البنات، غير جربوه. راه انا دقتو ويمكن شي حاجه كنطيبها وكنشاركها معكم وما غاديش تكون زوينه. اكيد اي حاجه زوينه طيبتها من ايديا غادي نشاركها معكم. وهنا غنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم، غنقول لكم الصحه والراحه، الله يعاونكم، ما تنساوش الاشتراك.